السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه يلا كروشيه. فيديو النهارده بقى مش هنعمل كروشيه، هنعمل الشنطه اللي بالخرز اللولي دي. الشنطه حلوه قوي قوي قوي، حسيت انها مناسبه لاجواء رمضان والعيد. انا اتاخرت عليكم معلش، كان المفروض انزلها لكم قبل رمضان بس يلا نعملها للعيد. حلوه قوي وسهله قوي قوي قوي، اي حد مبتدئ هنعملها مع بعض خطوه بخطوه. الشنطه دي اخدت مني نص كيلو من خيط من خرز اللولي مقاس 16 اهو، واستخدمت الجزء ده بتاع الايدين مقاس 10. استخدمت معاها 2 جنش، ده شكل الجنش، 2 حلقة عشان اركب فيها الجنشات، ده شكلها. ده اصغر مقاس حسب حجم الشنطة، في منها 3 مقاسات، صغير خالص ووسط وفي مقاس كبير خالص. دول ال3 مقاسات بتاع الحلقات. واستخدمت سلسلة، السلسلة بيكون طولها من متر لمتر وربع، حسب الطول انت بتحبيها طويلة قوي ولا معقولة. فالسلسلة بيكون طولها من متر لمتر وربع. واستخدمت معاها القفل، قفل مغناطيس، ده بيكون شكله اهو، ركبناه هنا. وطبعا اهم حاجة الخيط السنارة، استخدمت معاه خيط مقاس 70 والمقص عشان التنظيف. بس كده، يلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. ايه الحاجات اللي انا هستخدمها؟ هستخدم خرز لولي مقاس 16، هبدأ معاكم بمقاس 16 عشان يكون سهل للمبتدئين. وهستخدم معاه خيط سنارة مقاس 70. انا الخيط بحدده على حسب الفتحة بتاعتي كبيرة واسعة ضيقة ولا كبيرة، ولا حسب الفتحة. في خرز فتحته بتبقى صغيرة فبيكون محتاج نستخدم خيط ارفع شوية، وفي خرز بيكون الفتحة بتاعته كبيرة فتمام جدا لما نستخدم الخيط ده. ولو حابين الشنطة ما تبقاش ناشفة قوي ممكن نستخدم خيط اقل شوية، يكون مثلا 60-50، بس انا هنا هستخدم خيط مقاس 70 زي ما قلت لكم. ومقص يكون بوزه او الطرف بتاعه رفيع علشان التنظيف بتاع الشغل بتاعي. اول حاجة هقطع حتة خيط. لو انتي مبتدئة ما تطوليش حتة الخيط اللي انتي هتبدأي بيها. انا هبدأ بحتة خيط كده، هنقول بسم الله. هاخد 4 خرزات، 1 وابدأ ادخل ال4، 1 2 3 وادي الرابعة. بعد ما دخلت ال4 هروح نقرب بقى شوية اهو، هروح جايبة طرف الخيط ومرجعاه في نفس المكان اللي انا طلعته منه واسحبه. هلاقي اتكون عندي فتحة صغيرة كده، هروح اسحب منها الطرف التاني بتاع الخيط اهو، هدخله منها كده وهشد الجزء بقى اللي اتكون ده، هروح مدارياه جوه الخرزة كده، اشد واسحبه واخليه يبقى جوه الخرزة اهو. بعدين دي كده كانت اول بداية، بدأت بال4 خرزات. بعد كده هاخد خرزتين، خرزة هحطها في الطرف ده والخرزة التانية هحطها في الطرف التاني، هيبقوا كده اهو. بعدين هجيب خرزة تالتة وهدخلها، ومن نفس المكان اللي انا دخلتها هرجع تاني كده، فتكون عندي الفتحة الصغيرة دي. هروح الطرف التاني من الخيط سحباه ومطلعاه منها اهو.
تاني هجيب خرزتين، واحدة هحطها في الطرف ده والتانية في الطرف التاني اهو، وبعدين هجيب واحدة واروح حطها في طرف واحد وارجع من نفس الطرف بنفس الخيط، هيتكون عندي القطعة دي بالشكل ده. هروح سحبة منه الطرف التاني من الخيط وهقفل اهو. نكرر تاني، همسك الطرفين كده، كل طرف هحط فيه خرزة واحدة، خرزة هنا وخرزة هنا، والخرزة التالتة هتدخل من الطرفين مع بعض. هدخلها من الطرف الأول وأرجع بنفس الخيط، وبعدين أدخل الخيط التاني في الفتحة اللي اتكونت لي اهو. تاني اجيب خرزتين، خرزة ادخل منها من الطرف ده والخرزة التانية من الطرف ده، بعدين خرزة تالتة بدخلها من نفس المكان، هطلع تاني هلاقيه اتكونت لي الفتحة دي، هروح جايبة طرف الخيط التاني مطلعاه من الفتحة. انا الشنطة دي مش عايزة عرضها يكون كبير، فكده مثلا انا خلاص عايزة اعمل اخر واحدة في الصف ده. هعملها ازاي؟ تعالوا نشوف. هجيب طرف واحد منهم واحط بقى فيه المرة دي كام؟ هحط المرة دي في نفس الطرف 3. احنا بنحاول نكون شكل رباعي، يعني مكون من 4 خرزات. بدأنا ب4، بعدين كانت واحدة من الصف اللي قبله موجودة فحطينا 3 عشان نكون ال4، ورجعنا تاني حطينا 3 وتاني 3 وتاني 3. انا دلوقتي هنهي السطر، فهجيب ال3 هدخلهم من نفس المكان، 1 2 3، وهعمل نفس الحركة. هدخل الخيط تاني ارجعه كده واسحب الطرف التاني بتاع الخيط كده. انا حولت اتجاه الخرز للصف اللي فوق، بعد ما كان ماشي كده انا حولته يبقى لفوق. هبدأ انا السطر ده المربع ده متكون من مربع، احنا اتفقنا ان احنا بنكون مربع، المربع متكون من 4 خرزات، ادي خرزة منهم موجودة، يبقى كده هنحط كام خرزة؟ هنحط 3. 1 هندخل الخرز في الطرف اللي بره، هنحط 3 خرزات، 1 2 3، وهكرر نفس الحركة. هرجع الخرز تاني واجيب الطرف ادخل فيه الطرف التاني من الخيط واشد جامد قوي اهو. هاجي بقى الطرف اللي لتحت هدخله في الخرزة اللي بتاع الصف الاولاني اهو، عشان انا كده بكون سطر تاني. طيب انا هعمل 4، موجود عندي من ال4 كام؟ موجود 2، فناقص 2، 1 2. هنجيب فعلا خرزتين واحط 1 2 واكرر نفس الخطوة، ارجع الطرف وفي الفتحة اللي اتكونت دي هسحب الطرف التاني اهو، هسحب واشد جامد قوي، شديت جامد. هروح جايبه الطرف اللي في الخرزه من تحت هدخله في الخرزه اللي بتاع الصف الاول، وبعدين الطرف اللي لفوق بتاع الخرزه دي. كده متكون من الخرزه كام؟ 2، يبقى ناقص على المربع 2. 1 2 هدخل وارجع تاني طرف الخيط واسحب الطرف التاني من الفتحة اللي اتكونت
واشد اهو، والطرف اللي لتحت اهو ادخله في السطر اللي قبله واسحب، والطرف اللي فوق ادخل فيه خرزتين، 1 2 واسحب تاني اهو. الفتحة اللي اتكونت لي دي هدخل فيها الطرف التاني كده، وهروح سحبة كده، وبعدين الطرف اللي تحت ادخل في الصف اللي قبله. وناخد بالنا ان ممكن لما بيكون الخيط طويل بيبدأ يحصل معايا عقد، ناخد بالنا اهو. هندخل في الطرف اللي قبله، الطرف اللي تحت في الخرزايه، والطرف اللي فوق هندخل فيه 2 خرزة اهو. والخرزة ارجع تاني بيها كده، وبعدين الفتحة اللي اتكونت اسحب منها الطرف التاني بتاع الخرز واشد جامد، والطرف اللي تحت ادخله هنا. طيب كده خلاص وصلنا لنهاية السطر. هروح قلبة كده، ده السطر النهائي. ناقصني كام عشان يبقى عندي مربع؟ 1 2. بحط الاتنين في الطرف اللي لبره اهو، 1 2، وبكرر نفس الحركة. ارجع الخيط في الخرزة، ومن الفتحة دي اسحب الطرف التاني، هلاقي الفتحة بتاعتي اتحولت لفوق علشان نبدأ سطر جديد. طيب قلنا في بداية السطر بنبدأ بكام؟ عندنا واحدة بس، فاحنا محتاجين 3. هنبدأهم في الطرف اللي لبره، 1 2 3 اهو. هرجع الخيط تاني، والفتحة اللي اتكونت هسحب الطرف ده وهقفل كده، وهفضل كده ازود في الادوار بتاعتي. طبعا انت حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا عاملاها صغيرة مش كبيرة، يعني مش هتاخد موبايل. انت لو عايزة تكبريها كبريها، عايزة تصغريها صغريها. وطبعا عدد الخرز في الطول او العرض بيختلف حسب حجم الخرزاية. يعني ممكن الصف المكون من 6 ده اللي احنا عملناه، لو عملتي 6 بخرز رفيع هيبقى صغير، انما كل ما الخرز بيكبر بيدي مساحة اكبر. حبيت ابدأ معاكم بالحجم الكبير علشان النتيجة تبان معاكم اسرع. هفضل ازود في الادوار لحد ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه. فضلت ماشية وازود في عدد الصفوف لحد ما عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ال13 دي 5 منهم هيكونوا الوجه بتاع الشنطة، و5 منهم الظهر، و3 القاعدة. ده هيكون التقسيمة بتاعتي. طبعا عايزاها اطول، عايزة القاعدة بتاعتها اوسع عشان تبقى واسعة من جوه، عايزاها اعرض كده، عايزاها اطول كده. دي بتاعتك، بتزودي في عدد السطور، بس انا عايزة الحجم الصغير ده. طيب هنبدأ نقفل ازاي الجناب بتاعة الشنطة؟ هنشوف. هجيب خلاص انا كده ظبطت هنا. انا هعمل القاعدة بتاعتي كده، هيكون في 3 هما اللي في القاعدة. هعملها ازاي؟ هدخل خرزة في الجنب، الخيط في الجنب،
وهدخل الخيط تاني في اول خرزة تقابلني من القاعدة، يعني اتدخلت في الجنب وفي القاعدة. بعدين احنا بنكون مربع مكون من 4 كده، 1 2 بس اللي موجودين، يبقى ناقص كام؟ يبقى ناقص 2 عشان نكون ال4 خرزات. اهو كونا ال4 بنفس الطريقة اللي بنعملها كل مرة. قفلت. طيب وبعدين عملت اول واحدة معايا، بعدين بنفس الطريقة هدخل في الصف اللي قبليها علشان اثبتها كده، واروح ناقص كده كام؟ ناقص 2. هروح حطاهم في طرف الخيط اللي لفوق، 1 2، وهعمل نفس الطريقة واروح سحبة اهو وشدة جامد اهو. وبعدين هدخل تاني في الجنب اللي تحت. هنا خلاص انا مش القاعدة بتاعتي هو ده عرضها ده بس كده، فهلاقي ان انا قابلني الجنب التاني الطرف، يعني لو ده الظهر قابلني الوش بتاع الشنطة. طيب متكون منه كام؟ 1 2 3، هيبقى ناقص كام؟ هيبقى ناقص واحدة بس، هحطها وهقفل. اتكون رابع واحدة. عايزين نطلع السطر اللي بعده، هنروح داخلين هنا بالطرف اللي جنبها، يعني في الطرف اللي جنب الخرزة دي هروح داخلين كده. طيب انا فاضل عندي كام عشان اكون 4؟ فاضل عندي 2. هحط 1 2 وهقفل اهو، وادخل هدخل طرف الخيط اللي لتحت في الخرزة اللي في الصف اللي قبله. كده عندي 2 ناقص كام عشان اكون 4؟ ناقص 2 وهقفل اهو. وبعدين هروح داخله الطرف اللي لتحت بتاع الخرزة بتاع الخيط، ادخله وبعدين ادخله في الخرزة اللي بعدها كده. هلاقي ناقص كام عشان الصف يكمل؟ عشان ال4 خرزات تكمل هلاقي ناقص 1 بس، هروح مدخلاه. وبنفس الطريقة دي هفضل ماشية لحد ما اقفل الجنب بتاع او الجنب بتاع الشنطة بتاعتي، والجنب التاني هنعمله بنفس الطريقة. طيب انا دلوقتي قفلت الجنب خالص ووصلت عند النهاية اللي انا قفلت بيها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. عايزة اعمل لها شكل، هروح اهو ادي اخر خرزة انا عاملاه قافلة بيها السطر بتاعي اهو. هعمل ايه بقى؟ هروح مدخلة الطرف اللي على اليمين ده بتاع الخيط، هدخله في الخرز اللي على اليمين. دي اول خرزة والخرزة التانية دخلته في الاتنين اللي جنبها اهو اهو، يعني عملت خط مستقيم. ليه بقى؟ عشان هروح ضماهم على بعض كده وهعمل نفس الشكل ده. تعالوا هنشوف هنعمله ازاي. ضمتها على بعض كده وهروح مدخله كده عندي 3 1 2 3، ناقص كام عشان اعمل شكل رباعي؟ ناقص واحدة. هروح مدخلاها وهعمل نفس الخطوة فيها، اللي هو ارجع الخيط من مكان ما طلعت، وهروح شدة الطرف التاني من الفتحة كده، وهروح شدة بقى جامد اهو. بعدين هجيب كده لما تلموا على بعض هبدأ اعمل طرف كمان، هيتكون عندي 3، عايزة اكمل لهم الرابعة. فهدخل في اول واحدة دي اللي على اليمين اهو،
واللي بعدها اللي على الشمال اهي. كده عندي كام؟ 1 2 3. هجيب خرزة رابعة وهقفل الطرف اهو. حاولي بقى تشديه كويس جدا اهو. عملنا الطرف ده كده والطرف ده كده، شايفين شكلها من فوق كده؟ ده الشكل بتاعها. طيب عايزه بقى اتاكد انها بقت تمام. انا الطرفين الخيط عندي اهم، هروح مدخله الجنب اللي على اليمين في الخرزه اللي فوقه على اليمين اهو، والطرف اللي على الشمال في الخرزه اللي فوقه على الشمال كده، والاتنين هخليهم يقفلوا مع بعض في الخرزه اللي فوق خالص بطريقه العقده اللي هي بدخل طرف كده. لما طرف عندك كده تبقي في وسط الخرز ومش عارفه تطلعيه، بتجيبي بوز المقص كده اهو وبتروحي مطلعه بيه كده وبتسحبي للاخر، وبعدين من مكان ما طلعتي هترجعي تاني اهو. ليه الطريقه بتاعه العقده. هخلي بقى دي الطرف التاني هخليه يبقى فوق الخيط عشان لما ارجعه يروح قافل عليه، كاني ده بدل ما اقعد ادخله اهو. هرجع من مكان ما طلعت اهو، لما الاقيها دخلت اسحبها ببوز المقص كده واشد كده تمام. قفلت كده، هقفل من فوق. الطرف اللي على اليمين هدخل في الخرزه اللي بعديها على اليمين اهي، دي طالعه من الخرزه دي هدخلها في الخرزه دي من على الشمال كده. التقاطع هيكون في الخرزه دي. هنعمل ايه اهو، هدخل الطرف كده اهو، استنوا، وخلي الطرف ده فوق كده اهو فوق، وارجع الطرف التاني كده واسحب كده. هيقفل عليه كأني دخلت الخيط اهو من النص، من الفتحة اللي بتتكون في النص اهو، وهروح سحبة كده واشد، وهفضل اكرر الحركة دي لحد ما اداري جزء كبير من الخيط واحس ان انا الشغل بتاعي بقى تمام اهو لجوه. واللي على الشمال هعمل في اختها اللي جوه اهي اهو. واروح مدخلاهم في اللي جوه برضو. الشغل بقى في اللي جوه ده بيكون يعني محتاج دقة شوية. المهم انتي بتفضلي تتوهي الخرز لحد ما كده. فده بقى الشكل بتاعي كده اتقفلت. تاخد مثلا معاكي مثلا ايربودز، تاخد روج، تاخد مفاتيح، تاخد حاجات، بس مش هتاخد الموبايل بتاعك. لو عايزاها اكبر بتكبري في العرض بتاعها، بتزودي عدد الصفوف اللي بالعرض. عايزاها اطول تطولي عدد الصفوف اللي بالطول. خلاص كده قفلتها وداريت كل الخيوط الزياده. هجيب بقى حلقات. هجيب، انا مستخدمه الخرز المقاس الكبير، فهجيب حلقات اكبر مقاس. في مقاسات اصغر، ده المقاس الوسط، وفي مقاس صغير خالص، ده اكبر مقاس. هجيبه هفتحه كده وهروح مدخله الحلقه
احاول بالراحه خالص علشان الخرز بتاعي ما يتخربش. ادخلها كده، بسم الله. اهو ادخلها من هنا واطلعها من هنا بالراحه خالص. ايوه بسم الله. اهو دخلت كده، بروح بقى مرجعه دي مدخلاها. اول حلقه بتاعتي ركبت. طيب انا لما حسيت انها واقفه وتقيله في الحركه فشلتها وحطيت الجنشات الصغننه خالص دي من على الجناب. اهو دي بقى دخلتها، فتحت كده، قصدي دي حلقات الجنشات اللي هي بيكون ده شكلها، ده جنش ودي حلقه. هروح جايه هحاول ادخلها منين بقى؟ من المكان اللي فيه اللي هو الرفيع ده اللي بيكون بين الخرزه والتانيه. بسم الله. هدخلها وارجع لكم. اهو ركبت الجنبين. بعدين هجيب سلسله، لو عايزه تعملي سلسله من الايد بتاعتها من اللولي طبعا بتعمليها. هوريكم بقى هنفتح دي ازاي ونركبها. هروح جايبه بنسة وهفتح طرف بتاع السلسله. بصوا هروح مدخله كده وهوسع فين، هتلاقوا في جنب بيتفتح اهو، اهو في جنب في الحلقه بيتفتح. هتروحي جايه كده وتحاولي تبعدي كده عشان يتفتح معاكي. اهو اهو اول ما اتفتح كده هتروحي جايبه الجنش بتاعك مدخله هنا كده اهو في الفتحه اللي اتفتحت، وترجعي تقفلي تاني. لحد ما بتقفليها خالص اهو اتقفلت. وبنركب اول طرف كده، تاني طرف برضو واروح فاتحاه كده بنفس الطريقه. ده مفتوح شويه، بجيب الجنش بتاعي برضو وبركبه اهو، وبرجع اقفل. معلش يعني مع التصوير والكاميرا وكده مش بيكون الواحد عارف يتحكم قوي في الشغل. انت لما بتكوني على راحتك هتتحكمي اكتر اهو. بتقفليها تاني كويس، والجنشات بتدخليها عادي خالص كده في السلسله بتاعتك اهو. وكده ابقى ركبت الايدين. جه دور الجزء هبدأ بقى اعمل القلاب اللي هقفل بيه الشنطة. انا عندي 5، 1 2 3 4 5. انا هعمله قلاب صغير فهعمله في واحدة بس اللي في النص. هدخل طرف الخيط في اللي في النص كده، وهروح مدخلة من الطرف ده واحدة ومن الطرف ده التانية كده، وبعدين التالتة هدخلها كده وهعمل فيها القفلة اللي انا بعملها اهو، اللي هو ارجع واروح جايبة سحبة
طرف، استنوا، طرف الخيط منها. الخيط لما بيكون طويل خدي بالك ممكن يتعقد منك. اهو. وبعدين هجيب برضو واحدة من الطرف هنا وواحدة من الطرف ده وهقفل بالتالتة اهو، وهقفل بالتالتة اهو. اهو هيبقى شكله كده. وهكون يعني همشي كمان سطرين. خلصنا القلاب كده، مش هزودها اكتر من كده. تعالوا نركب الاقفال. هنجيب القفل بيكون مغناطيس كده وليه جنبين. هروح جايباه، بيكون جاي معاه القطعه دي، انا مش هحتاجها، هشيلها. هشيل كده وهاجي هروح قافله الطرفين دول كده على بعض، اللي هما الطرفين اللي طالعين. ادي واحد وادي التاني، واضغط جامد عليهم كده من النص واتاكد ان هما اتقفلوا كده. هاخد بقى، هجيب حتتين خيط متساويين، هدخل واحده هنا واحده هنا، اتكون عندي فتحتين كده، واحده في الفتحه دي واحده في الفتحه دي. الجنب الرفيع ده بيبقى فيه جنب رفيع كده وجنب تخين كده، هو اللي هدخله في الجنب هنا. الاول بظبط الاماكن بتاعتي كده. هركب انا هنا في المكان ده، هروح ظبطاه كده بالطول، وهروح مدخله طرف الخيط بتاعي كده، والطرف التاني بتاع نفس الخيط، استنوا، بتاع نفس الخيط يعني اللي فوق، انا شغاله دلوقتي على اللي فوق. هروح عاملاله بقى الحركه اللي احنا متعودين نعملها، اللي هي العقده. بدخل وبروح سحبه الطرف التاني من هنا اهو، واروح سحبه كده اهو. وبرده الطرف التاني اللي لتحت ده هكرر نفس الحركه فيه، هاخد طرف كده وارجع اعمل نفس العقده، وهفضل بقى اكرر العقده لحد ما اتاكد ان هي ايه، اتعملت كويس قوي. ركبت الجنب التاني بتاع القفل بنفس الطريقه وكده. انا بقى عايزه اعمل لها ايدين صغيره كده من فوق باللولي. هعمله ازاي؟ انا دخلت اللي في النص دي، دخلت فيها خيط، وهجيب خرز. عايزه تستخدمي خرز نفس السمك استخدمي، عايزه تستخدمي خرز سمكه تاني استخدمي. هفضل ادخل فيه خرز، ده مقاس 10، هفضل ادخل فيه خرز في الجنبين طول بعض، هفضل ادخل فيهم لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، اللي يخليني اوصل للجنب التاني كده. ركبت الايدين اهو، وده بقى شكلها سهله جدا. ده حجمها اهو مقارنه بالايد اهو، مش كبيره، هي صغيره. تعالوا نشوف ممكن تاخد ايه.
هي طبعا مش هتاخد الموبايل، ممكن تاخد معاكي الايربودز مثلا، مفاتيح، زبدة كاكاو، روج، وكفاية كده. ممكن تاخد معاكي في مكان كمان للكروت لو معاكي كارت او البطاقة او وممكن كمان فلوس، وبتتقفل كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وجربوها واعملوها ليكوا ولولادكم عشان تكون للعيد. باي.